السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام. إذا الكثير من المعتمرين الجزائريين يروحوا في عمرة اقتصادية، والميزة تاع العمرة الاقتصادية غالب الأمر أنه ما فيهاش الماكلة، يعني الماكلة ماهيش خالصة مع العمرة. فتصيبهم حايرين بين عدة حلول، يقول لك ندي معايا الماكلة من الجزائر، ولا ناكل ثماك، نشري برا في الحوانت وفي لي ريستورون، هل الماكلة تاعهم تعجبني ما تعجبنيش، لي زيبيس. تصيب الناس عندهم هذو المخاوف. لذلك فأنا راح نتقاسم معكم هذه التجربة تاعي لمدة 17 يوم، ونقول لكم أنا واش كليت وين كليت وكيفاش كليت وكيفاش كانت التجربة تاعي. هكذا خاوتي باش نعطيكم حلول وصورة واضحة. يلا تابعوني. أنا في هذا الريستوران هذا يخدم المخبوزات. جيت ليه قلت له خدم لي خبزة تاع معارك ولا معروكة كبيرة كما احنا نقولوا. هنايا راهو يشرح لي كيفاش يحضر العجينة وكيفاش يجهزها قبل ما قبل ما يطيبها، قبل ما يوجدها. طبعا الأخ هذا يماني، أغلب المطاعم ثمك يمانية منتشرة بكثرة. يعني هنا راني في المدينة، على كل حال في المدينة المنورة. شوفوا كيفاش راهو يجهز لي في الخبزة تاعي هكذا. وهاو التنور ولا الفرن راهو يسخن هنا، راهو يجهز فيه، راهي فيه نار كبيرة لداخل فيه. هاو شاليمو راهو لداخل، راهو يسخن فيه وراهو يخبز في الخبزة. شوفوا كيفاش دوكا راهو يكبر فيها غير بشوية ولا يفتح فيها هكذا. ومن بعد يزيد يفتحها أكثر وأكثر استخداما، يستخدم يديه كما راكم تشوفوا. يدير لها شوية سانوج وشوية سمسم كما راكم تشوفوا ثاني هكذا. روعة روعة صراحة ما شاء الله. ويديرها مباشرة في التنور، هما يحيطوا له التنور باش تطيب. طبعا العملية ما تستغرقش وقت كبير بزاف، النار راهي قاوية والفرن راه سخون بزاف. شوفوا غير حطها ديجا، شوفوا كيفاش بدات تنتفخ وبدات تدير في الفقاعات. هاي طابت هنايا، ما استغرقتش وقت طويل بزاف. هاي طابت هكذا. بون يخرج فيها باستخدام هذو الزوج سلوكا، ما يقدرش يخرج بيدو لانه سخانه بزاف. شوف الحجم تاعها الله يبارك. انا ذوك نروح من الجهه المواليه، ايوا هكذا باش نصورها. ما شاء الله. هذه السعر تاعها 5 ريال، واحد 30,000 بدراهمنا. ايوا. قال لي صور لي وجهي، قال لي عقل عليا. التجربه الثانيه خاوتي، في يوم من الايام جربت زلوف مردوم هكذا خاوتي. هذا الزلوف هذا مردوم، هما شوفوا ينقوه من برا، ماشي كيما اللي يتباع عندنا ينقوا القشره الخارجيه مليح، دونك ياكلوا غير اللسان والمخ كما يقولوا. هنايا شوفوا كيف راهو ينظف فيه، راهو ينقي فيه، ينحي له كامل اللحم اللي فيه كما راكم تشوفوا بالسكين هذا. طبعا راهو يراعي شروط النظافه على كل حال، وداير قفازات في يدو تاع بلاستيك، وراهو ينظف مليح، راهو ينحي العظوم على جهه، لي شيت هذوك المرصوات كامل. هنايا راهو ينظف في اللسان، راهو ينحي له في ذيك الطبقه الخارجيه اللي ما تصلحش للاكل عفوا. راهو ينحي فيه هذا ما شاء الله. ايوه. ومن بعد كما راكم تشوفوا هنا جاب شفره ولا ساطور ولا كل واحد كيفاش يسميه، وراه يقطع في الزلوف هذاك قطع صغيره. هنا جا راح يقطع لي المخ، قلت له انا ما ناكلوش في الحق، ما نبغيش. ومن بعد واحد الحاجه معايا قال لي خليني انا نستر عليه، انا نتصرف. هيا قلت له معليش، قلت له كي حلفت وحشمتني وكاع، قلت له والله ما نحنثك. هيا قلت له هذاك تاع المطعم، قلت له خلاص هيا، قلت له اتك عليه، خرج اطلق الاسد الذي بداخلك. ايوه. او خرج هذاك المخ. شوفوا هنايا، او قلت له خليه وحده، قلت له ديرو سيباري. هنايا راهو دار البهارات ولا لي زيبيس للزلوف هذاك. فوالا. وشرطت عليه، قلت له لازم الزلوف هذا لازم تكون عنده عقليه شابه، سينو ما تقشطوش. قال لي لا لا، قال لي كان عاقل، كان ما شاء الله. دونك هنايا يزيد لك معاه خبزه صغيره هكذا، ماهيش حاجه كبيره. فوالا كما راكم تشوفوا. المهم هذا الزلوف كامل السعر تاعو 30 ريال. 30 ريال راك تحكي على تقريبا واحد 180 الف بدراهمنا. هاو المخ هنايا حطو ثاني على جهه. ايوه. وخرجت برا مباشره بعد ما شكرته وهدرنا شويه هكا، ضحكنا شويه، هو باليمنيه وانا بالجزيريه. انا قعدنا هنايا في قعده فيها هذه كبده بالخضار، جبنا البيبسي، جبنا 7 اب.
الخاوة كامل جابوا كبدة كما راكم تشوفوا. مام هنايا هذا الحاج هذا صاحبي ثاني جاب كبدة بالخضار، وما شاء الله كما راكم تشوفوا الكبدة هنا يعني هذه 13 ريال، 13 13، وهاو الجلوف قلنا ب 30 ريال. هنايا هاي الخبزة اللي خبزها لنا هاي شوفوا ما شاء الله تاع 5 ريال 30,000 بدراهمنا. شوفوا كبيره وسخونه، ما طاقش الحاج محمد يرفدها بيدو مباشره، او دار شويه اوراق هكذا وراهو يعاون في روحه. لا ها هنا شو قد من كبيره، الله يبارك ما شاء الله. كلينا واستمتعنا وضحكنا روعه. كي كملنا رحنا طلبنا الكنافه، ها هي وين الكنافه ثاني. هذا ثاني طباخ يمني، في هذا مطبخ واحد اخر على كل حال. هنايا رحت صورت برا الاسم تاع المطعم. لا هذا المطعم هذا يسموه بيت المندي الخليجي على كل حال. إدامات مندي مضبي مضغوط، يخدم بزاف وجبات. هنا جيت نجري قلت له اصبر اصبر خليني نصور هذه اللقطه تاع كي دير العسيله عليها، ولكن شوف تقول خباه مبغاش يوري لي اللقطه. عموما معليش. وينا بعد ما خرجنا برا طحنا عليها احنا الحجاج كامل. هذه 8 ريال يعني واحد 48,000 بدراهمنا تقريبا. فوالا وما شاء الله. الاخرى بالقشطه، هذه القشطه البيضاء اللي راهي داخل والعسيله والقطايف، يعني حاجه ما شاء الله. هنايا هذا ثاني مطعم. لا هذا المطعم اللي خبزنا فيه الخبزه الكبيره هذيك. هنا طلبنا لحسه يمنيه راكم تشوفوا فيها، يعني كما تشكشوكه تقريبا، خضار والبيض المقلي ويدير فيها شويه قشطه من الفوق. هذه 7 ولا 8 ريال مانيش متفكر، ولكن ما هكذا 7 8 ما ديباسيش. هنايا خطرات وين ما يكونش عندنا الوقت وما نكونوش صرفنا، يعني نكونوا شويه مشومرين وكامل نروحوا لهذو المطاعم البلديه اللي تاع يعني تاع المغبونين شويه. هنايا رانا في ذا الفرن البلدي طلبنا هذا الخبز بلدي ولا الترمس الله اعلم هكذا يسموه، يسوى ريال للخبزه. هنايا 5 خبزات ب5 ريالات. درك احنا نحكي لكم على كيما كلينا الزلوف وكلينا الكبده وكاع كنا لاباس بينا. دوك نحكي لكم من النهارات اللي كانت تطيح بينا كيما نقولوا، باسكو ما فوتناش كامل الايامات كيما السلاطين. فوالا شوفوا هنايا مثلا رانا في الفندق ما كانش عندنا الوقت. شوفوا الفرماج والطون والمعارك، هذو المعارك هذو كاع جبناهم معنا من الدار. هذه راني انا والحاج صاحبي هذا الحاج الجلالي هاو يحييكم. يعني هنايا كان طايحه بينا شويه. حتى الفندق اللي كنا فيه كان يقدم وجبات بالدراهم ثاني. هذه الوجبه هذه شوشه فيها هنايا حريره ولا شوربه، والمهم حساء كل واحد كيفاش يسميه. فوالا فيه هنايا سباغيتي ولا معكرونه كما يقولوا لها هما بالدجاج محمر. فيها هنايا العدس ولا شوربه العدس الله اعلم، المهم عدس هكذا. فيه شلاضه كما راكم تشوفوا هاي هنا. فيه هنايا عصير المانجو كيما حنا عندنا الجي هذاك رويبه ولا رامي. الماء يعطي لك بلا حساب، تدي كيما تبغي ماكش اللي يحوس عليك. الخبز كذلك تدي بلا حساب. كاين المغرف تاع البلاستيك والفرشيطه تاع البلاستيك. ايوه. المهم هذا الطبق كامل ب 15 ريال يعني 90,000 بدراهمنا. في بعض الاحيان يحسبوا لك حتى 10 ريال يعني 60,000 بدراهمنا. كي تكمل عندك الحقبه تدي لاتاي، تدي الحليب هنا هو الموزع، تدي القهوه، تدي لي تيزان كيما تبغي. هنا كانت الامور طايحه بينا شويه. رحنا جربنا الفول هذا المدمس ولا الفول المطحون هكذا. هذا العلبه الصغيره هذه اللي طاح علي. بون خلينا هنا قال لي دير الحار، قلت له لا لا. دار الكمون قلت له اوكي. الملح اوكي، وكثر لي فوق اللازم. ومن بعد هنا قال لي لا دير الزيت، انا حسبتها زيت الزيتون قلت له اوكي. ومن بعد كي استابلي الزيت هذيك السونغو كما يقولوا قلت له نو. هذه العلبه الصغيره تسوى 3 ريال، وكاين ما اكبر منها 5 ريال. 3 ريال هي 18,000 و5 ريال هي 30,000 بدراهمنا. ومن بعد واحد المره قلت للحجاج قلت لهم يا جماعه لا ما فيهاش، اليوم لازم نروحوا نديروا عشاء في الشباب. اذا جينا للابراج، شتو ذاك البرج اللي جاي انفاس الكعبه في الساعه هذاك. جينا هنا الطابق الثاني ما شاء الله. هنايا تصيب العز، تصيب الوفره، تصيب الوجد ما شاء الله. دونك جينا لواحد المطعم كلينا فيه بزاف. هاوينا يسموه مطعم حضرموت. يخدم المضغوط، يخدم المكبوس، هذا التخصص تاعو بوكو بلوس المضغوط. يطيب الروز والدجاج مضغوطين في القدر الداخل، يعني في قدر الضغط. طيب ما شاء الله لذيذ يعني روعة. ممكن نوريكم القدر اللي طيب فيه. هاوينا القدر هذا يسموه القدر الأفغاني. هو قدر جيد ممتاز على كل حال، في المعادن اللي مخدوم بها، في التصنيع تاعو، في الجودة تاع الطياب تاعو ما شاء الله.
هنايا هذا واش طلبنا. شوفوا الكبده هذه 15 ريال، يعطيها لك بها بالمقله تاعها. هذه الكبده قلنا 15 ريال، الروز بالدجاج 13 ريال، الكوكا هذه الله اعلم 10 ريال مانيش مثابت. شوفوا الكميه تاع الكبده شحال، 15 يعني 90 الف بدراهمنا. هنايا راني نتعلم ناكل بيديه، شوفوا راني نجرب كما راكم تشوفوا. المهم كانت تجربه ما شاء الله يعني رائده وتستحق التجربه. استمتعنا يعني صراحه في اجواء اخويه وحماسيه وحميميه وما شاء الله. لذلك فنظن ان شاء الله نكون اعطيت لكم نظره على ما يخص الماكله في العمره، اللي هكذا يعني باش تعرف اسكو تدي معك غير دراهم برك وتاكل برا، ولا تخلص الماكله في الاوتيل، ولا تدي الماكله معك من الدار. ان شاء الله نكون قد وفقت في اني نوصل لكم الرساله ونوصل لكم المعلومه والفكره. اسال الله عز وجل دائما ان يمن عليكم بالعمره عاجلا غير آجل. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم إخواني الكرام، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.